السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم بقى بعد غياب طويل وتعب وعيا ومرض وحاجات كتيره قوي كده، قررت النهارده بقى اعمل لكم فيديو كده، ايه يعني، نغيب وزي ما بيقولوا نغيب ونرجع كده يعني. فيديو قوي طبعا، وبس عايزه منكم بقى لايكات كتيره قوي بالله عليكم. جات لي كومنتات كتيره جدا بتسأل عليا، شكرا جدا ليكم والله العظيم. شكرا جدا جدا ليكم. آه عايزه اقول لكم بقى من البرد، انا الفيديو ده متصور على 3 ايام عشان تبقوا فاهمين يعني. فانا في الفيديو ده هلبس 3 عبايات فلاني كنت كل يوم بصور حاجه كده، لاني كنت تعبانه جدا وما كنتش قادره اصلا اشتغل. عايزه اقول لكم ان وقت ما انا كنت بعمل العشه وبحط عليها رمله كده كان لسه في اول التعب. ما كنتش عارفه بقى نفسي ان انا تعبانه قوي كده يعني. هو التعب يعني ايه، حل كده عليا مرة واحدة، فاهمين يعني؟ عارفين انتم يبقى عندكم دور برد كده وفجأة تبصوا تلاقوا نفسكم رقدتوا في السرير. بس الحمد لله ولك الحمد يعني. بس الحمد لله يعني. هو عدى وكان وقت كده والحمد لله ولك الحمد. عارفين هنا كده كنت لسه بقى بحاول استعيذ نشاطي يعني، اللي هو استعيذ صحتي. هنا كنت قاعدة، طبعا كان ابن عمي ربنا يا رب يخليه. المهم قلت له تعالى بلط لي الحته دي كده اسمنت وسنه، يعني ايه، يعملها لي خرسانه. ف فقال لي حاضر. فالمهم يعني ايه، كنا هنا بنساعد بعض يعني. شلت طبعا الانتريه وهنضف الحته من الورق والحاجات اللي فيها عشان خاطر يعرف ايه يظبطها يعني وكده. المهم صلوا على النبي في الكومنتات بالله عليكم، بقالنا كتير جدا ما صليناش على النبي كده، ونكتب في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، عشان انتوا تاخدوا حسنات وانا اخد حسنات وكده يعني، كلنا ناخد حسنات. المهم هنا كنت بلم الزبالة، عزكم الله يعني، اللي في الأرض عشان خاطر ايه، آه يعني ننضف. عايزة اقول لكم من اخر يوم كنست فيه المكان، بعدها تعبت جدا وما انا رقدت في السرير اكتر من 8 ايام والله العظيم يعني. الحمد لله ولك الحمد. بس هي ايام كده وعدت الحمد لله. هو التعب اصلا منتشر في اماكن كتيره، يعني ممكن يكون في معظم الدول يعني الحمد لله. هو ما اعرفش اسمه المتحور ولا ايه، مش عارفه يعني. المهم جالي انا واولادي وامي وجوزي واختي، بص ما خلاش حد في العيله لما جاله. فكنت انا هنا بقى يعني، بدأت افوق يعني سيكا يعني، مش اللي هو مش قوي يعني. المهم هنا كان طبعا بيساوي المكان عشان خاطر ايه يعرف يعمله يعني وكده. طبعا هنا كان المونة بقى بيقلب المونة. عايزه اقول لكم والله العظيم 3 انا كنت قاعده بصور كده وانا قاعده، لا كنت قادره اصور ولا كنت قادره اقوم اشتغل اصلا ولا كنت قادره اقوم اعمل اي حاجه. فقلت اصور لكم كده ايه اللي هي مقتطفات يعني، اللي هي الحاجات اللي احنا عملناها يعني. بصوا هنا بقى بعد ما خلاص بعدها بيوم بلطناها، حتى بصوا هناك اهي لو انتوا تاخدوا بالكم مفروش فيها حصيرة وكنا قاعدين عليها وكده يعني. هتعملي ايه تاني يا سهى؟ ادينا بنوضب واحدة واحدة يا بنات والله يعني. ادينا بنوضبها كده ونعملها واحدة واحدة. ليه؟ لاني مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة، وبعدين الحاجة بتكلف والله العظيم. فانا محرتها كده من الارض ونضفتها، هكنسها معاكم دلوقتي واوريكم هنعمل فيها ايه. طبعا هنقفل كل الخرام اللي هناك ديت، اللي هي الحتت المفتحة دي. هجيب سبايت وهنجمد عليها ان شاء الله بإذن الله، وهنظبطها وكده يعني. في ناس كتيرة كتبت لي ابنيها يا سهى، انا ما ينفعش ابني مرة واحدة يا بنات، ما ينفعش، لان دي مش مكان بتاع بنا يعني، فاهمين؟ انا كده كده عاملاها استراحة يعني، اللي هو ايه، نقعد فيها نصور فيها نعمل فيها اكل كده يعني. المهم انا هنا كنت عمالة اكنس بقى، اكنس شوية واقعد شوية. المهم المقشة تعبتني، جبت بقى الشوكة دي كده. بصوا المكان بقى له كتير قوي 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 ما لا كنس ولا تنضف ولا اي حاجة. بصوا مكان الطيور حتى. عايزه اقول لكم انا كنت تعبانه، فكان محمود هو اللي بيروح، يا ربنا يديله الصحه يا رب، ياكل وما كانش بيطلقهم، بس كان بياكلهم ويحط لهم ميه وكده. فطبعا العشش عايزه تتنضف والمكان عايز يتنضف، فانا النهارده قلت ايه ابدا الاول كده ايه بالعشش،
قدام العشش يعني وكده، وانضف والم الزبالة دي كلها. عزكم الله. بصوا المكان عامل ازاي، المكان عايز يتزال والله، عايز بصوا يترمي. المهم هنا قعدت الم بقى. بصوا الزبالة قد ايه. انا ما بحبش اصلا المكان يبقى مزبل، ولا المكان يبقى في حاجة مش كويس. طبعا كل ده مكان الطيور. هتقولوا لي ليه يا سهى؟ اقول لكم بيجيبوا لهم كانوا بيجيبوا لهم زي زرع كده، زي زهرة كده بتبقى في الترعة عشان ياكلوه. فطبعا لما بينشف بيعمل زي ما انتوا شايفين كده. فطبعا هلمه كله، مش هجيبه لهم تاني، لاني قالوا غلط يعني، قالوا غلط وكده، فانا مش هجيبه لهم تاني. المهم هنا مسكت الشوكة بقى وعمالة انضف، يعني حاسة ان المكان وحش ومزبل، وانا ما بحبش كده بصراحة يعني. فربنا يدينا الصحة ويديكم الصحة يا رب، ويبعد عنكم اي حاجة وحشة. عايزه اقول لكم بقى فضلا وليس امرا كده بعد غياب طويل قوي عايزاكم تحطوا لي اللايكات وتشجعوني بكومنتات حلوه كده ان شاء الله. بصوا اتفقت مع المنجد ان شاء الله هيجي قريب، هيعمل لي الكنب وعايزه اقفل الحتت دي يعني. ان شاء الله يعني في حاجات كده حلوه، مش عايزه احرق لكم المقاطع اللي جايه باذن الله. هنعمل كده واحده واحده مع بعض. الحته دي هنعمل فيها الكنب ونقفلها وكده يعني. يا رب سترك ورضاك. هنا طبعا بصوا بعد ما بلطتها حاسه ان هي نضفت المكان شويه، وبقيت شكلها حلو يعني، الى حد ما شكلها حلو وشكلها ظريف كده وخفيفه على القلب يعني. انا بتقعدي فيها كده تنسي الدنيا والله العظيم يعني. حتى بعد ما تنضفيها وتكنسيها كده وتحطي فيها الكراسي وتحطي فيها تفرشي فيها حصيره كده يعني. ان شاء الله باذن الله انا هجيب شويه حاجات حلوه فيها باذن الله. نعمل الكنب الاول، وبعد كده نظبط كده مع بعض حتة حتة. بصوا كنستها كانت سهلة اوي في الكنيس والله. هنا بقى كنت بجيب الكراسي بقى من مطرح ما هي كانت محطوطة كده على جنب، هجيبها بقى احطها هنا في النظافة. بصوا المكان بقى نضيف اوي وحلو، شكله حلو يعني. حسيت ان الواحد لما بيعمل حاجة بتعمل حاجة وبتظهر، فاهمين انتوا؟ تحسي ان انتي يعني عملتي انجاز كده. الحمد لله. اوعوا بقى ما تنسوش تحطوا اللايك وتكتبوا لي كومنت حلو كده، وتدعوا لي ان ربنا يشفيني ويشفي ولادي ويشفينا جميعا يا رب، اللهم امين. وادعوا لابويا بالرحمه ان ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مأواه الجنه يا رب، اللهم امين. بصوا هنا كنت جبت بقى الانتريه، كنت انضفه كده بقى، انضف الترابيزه بتاعته من مطرح ما ما كانت مرميه بقى لها فتره جامده قوي، مرميه على الارض. طبعا البرميل رجع مكانه تاني، بس انا هرجعه تاني بس بعد ما يفضى شويه، لان كانوا لما بيعملوا مونة هنا كانوا بيحتاجوا المية جنبهم فالبرميل رجع تاني يعني. عايزه اقول لكم ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. بحبكم جدا في الله يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. معلش بقى الفيديو النهارده قصير شويه، بس اعذروني. ان شاء الله الايام اللي جايه هيبقى في فيديوهات حلوه جدا هتعجبكم يعني باذن الله. بصوا انا كنت بقى بلم بالشوكه، فكان فاضل لي بقى يعني ان انا الم الزباله من قدام البتاع يعني. تمام، يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.